شايف موضوع ختان الاناث ده زي ما هو حق الراجل، حق للبنت برضه من حقها تحتفظ بانوثتها زي ما هو يحتفظ برجولته. فما ينفعش نحرمها من حقها الشرعي اللي ربنا خلقها بيه، ونمنعها من متعه ممكن تحققها في حاجه زي كده. الختان بيحمي البنت ان هي برضك بيبقى عندها حته برود جنسي سنه. دي عادة بقى لها 400 سنة. هي كعاده ابهاتنا واجدادنا وستهاتنا بيعملوا ختان طوال يعني. لا هي تقريبا يعني والله يعني هي المفروض من تعليم الدين. ختان البنت يعني ده كان من الجاهلية. هو بصراحة أنا عندي بنتين، واحدة جوزتها من 2 متجوزين، واحدة ختنتها وواحدة لأ. لأني حسيت إن يعني بيبقى فيه برود جنسي كده بالنسبة للبنت اللي بتتختن. احنا يعني طلعنا من الأساس كده، يعني شفنا الطهارة في البيت. الفكرة نفسها مرفوضة. المهم التربية تطلع على الدين بس، ده أهم حاجة. والرسول عليه الصلاة والسلام ما أمرناش بيها ولا القرآن أمر بيها. عفة المرأة في أخلاقها في دينها، لكن كده بيحطموا البنت لما بتكبر. احنا حسينا ان هو عشان البنت تبقى هاديه بس مش اكتر. ليه تجبري البنت على كده؟ طب ما هي ممكن تكون مثلا يعني مش عايزه مثلا. الموضوع ده غلط وما ينفعش، وبيأذي نفسية البنت جدا وبيأثر عليها لما بتكبر بعد كده. والمفروض ان هو يعني يتمنع تماما ويتحط له قانون يمنعه، لانه ده غلط جدا وانا مش معاه ومش موافقه عليه. الحاجه دي لازم ضروري، لان البنت لو يعني ما عملتش الحاجات دي تبقى حاجه فظيعه. انا ضد ختان الاناث، علشان يعني الواحد يعني اتولد لا اخته، يعني الوضع كما هو عليه مش مستاهل اللي هو يعني ايه، يعني دي حاجه جديده اصلا في شعبنا. ما لناش دعوه بقى في اللي بيتكلموا ومش بيتكلموا الجديد، احنا كل واحد ليه دماغه وكل واحد مسؤول عن، يعني كل راعي مسؤول عن رعيته. الاسلام بيقول ان هو بالنسبه للراجل ده واجب، بالنسبه للمراه فهو مكرمه. بمعنى ايه مكرمه؟ انما بالعلم الحديث وبالطب الحديث دلوقتي ان احنا المفروض يعني دكتور مسلم ثقه يكشف على البنت هل هي محتاجه ولا غير محتاجه، لان الموضوع اللي هو الجزء اللي بيتشال يعني جزء خطير جدا، ممكن يعني يكون يعني سبب اثاره للمراه او غير كده، فهو الدكتور اللي يحدد الكلام ده.